هذا سؤال محمد. كيف حجي وعد الله يرحمه وسيد ميثم الله يرحمه وأبو كريم الله يرحمه يقولون للنواصب أخي، ومعلوم عندنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. شوف مولانا، هذه بينتها أكثر من مرة، انتبه لي بارك الله فيك. الناصبي تارة يلحظ بالاعتبار الفقهي، حكم فقهي. ناصبي يعني شنو؟ يعني حكمه حكم الكافر. ناصبي يعني نجس، ياصبي يعني كذا، هذا يسمونه اعتبار فقهي. بالاعتبار الفقهي ما يصير تقول للناصبي أخي ولا تسلم عليه، ملاحظ، ولا تتعامل معاه بأريحية إذا حكمنا عليه فقهيا. ملاحظ شلون؟ فقهيا أنه ناصبي. يمتى نحكم على الإنسان أنه ناصبي؟ إذا قال، هو قال أنه يبغض أهل البيت عليهم السلام، إذا أقر بذلك خلاص، إذا أقر بذلك احنا نحكم عليه بأنه ناصبي ومثل ما تفضلت. أما إذا ما قال هالكلام، ما قال أنه يبغض أهل البيت، لكن يحكي ويناظر ويريد كذا يطفئ نور آل محمد وما تراه، هذا ليس ناصبيا فقهيا، وإنما هو إذا صح التعبير ناصبي بالمعنى العام مو بالمعنى الفقهي. هذا يصير تقول له أخي، يصير تقول له أخي، مو حرام. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون واقع في شبهة، يحتمل أن يكون كذا، أكو احتمالات كثيرة، فإحنا لا نجي يعني لا منا ولا منا. إذا تريد هم أجاوبك بطريقة شلون أقول، بالطريقة الثانية أيضا القرآن تحدث عن الأنبياء، واذكر شو اسمه هود، إذ قال شلون قال لهم أخوهم هود أخوهم عاد. القرآن عبر عن هؤلاء بالأخوة. فهذه أخي من لحاظ إنساني، مو أخي من لحاظ إيماني. يعني أنتم لا تشددون على هذه العبارات. بعدين شوي انتبهوا، دول الجماعة اللي ذكرت أسمائهم الله يحفظهم، ترى ذولي قاعدين في معترك، يعني هو ما يقدر يتأمل بكل كلمة، وكل كلمة لازم ينظر هذه شلون وذاك، ما يصير. يعني هم قاعدين في هوس، ما شايف البرنامج، فالتمسوا لهم العذر بارك الله.